ناس كتير سألتنا أنا عندي حشرة باقي الفراش ولا لأ؟ تعالى أقول لك إيه هي حشرة باقي الفراش. حشرة باقي الفراش نوع من أنواع الحشرات الطفيلية اللي بتغذي على دم الإنسان. التصنيف العلمي لحشرة باقي الفراش. حشرة باقي الفراش بتتبع مملكة الحيوان، شعبة المفصليات، طائفة الحشرات، رتبة نصفيات الأجنحة، فصيلة البق، النوع باقي الفراش. الشكل الخارجي لحشرة باقي الفراش. حشرة البق صغيرة الحجم، ما عندهاش أجنحة، بيضاوية الشكل، مسطحة، طولها بيوصل حوالي من 4 ل 7 مللي، لونها بني فاتح في المراحل الأولى وبني غامق بعد التغذية على دم الإنسان. حجمها بيزيد بنسبة بسيطة بسبب انتفاخ جسمها بالدم اللي اتغذت عنه. دورة حياة حشرة باقي الفراش. البق بيبيض من بيضة ل5 بيضات، بحد أقصى 200 بيضة خلال دورة حياته، ويقدر يعيش سنة كاملة بدون ما يتغذى. والحشرة بتمر ب5 مراحل انسلاخ علشان توصل للحشرة البالغة. سلوك حشرة باقي الفراش. حشرة باقي الفراش حشرة ليلية بتتغذى على دم الإنسان أثناء الليل، علشان كده بتشوفها على المخدة بالليل وقبل ما تصحى تلاقيها استخبت تاني. إزاي ممكن تجيلي حشرة باقي الفراش؟ الحشرة ممكن تتنقل لبيتك عن طريق الشنط أو الهدوم أثناء السفر، أو عن طريق الأفراد اللي بتزورك جوه بيتك، أو عن طريق نقل العفش أو العزال، أو عن طريق شراء الأساس المستعمل. بس أنا رشيت مبيدات كتيرة وما جابتش نتيجة. حشرة باقي الفراش عندها القدرة العالية على إنها تستخبى في أماكن صعب الوصول ليها بالمبيدات، وعندها القدرة العالية على مقاومة أغلب المبيدات اللي موجودة، وسرعة التكيف مع الرش اللي أنت بترشه. كمان عندها قدرة إنها تقعد فترات كبيرة بتوصل لسنة بدون ما تتغذى. اسأل على عرض مكافحة حشرة باقي الفراش من شركة هيرو لمكافحة الحشرات.